بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده في قناه تالا كرافت اند كروشيه. معاكم هاجر صالح. هنبدا حلقتنا بذكر الله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. نشتغل مع بعض النهارده كلاتش حلو قوي ولذيذ وسهل وتقدروا تنفذوه باذن الله بكل سهوله. وهنشوف ازاي مع بعض بنقدر ان احنا نشبك الوحدات الجراني لاي تصميم. طبعا الوحدات دي احنا اشتغلناها مع بعض بالتفصيل في الفيديو اللي فات. باذن الله هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت تحت الفيديو. تقدروا تجهزوا الوحدات. والنهارده باذن الله هنشوف مع بعض طريقه التشبيك وتقفيل الكلاتش كله. لو بتشوفونا لاول مره ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه، ولو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وسيبوا لي رايكم في الكومنتات عشان رايكم بيدعمني وبيشجعني. يلا نقول بسم الله ونبدا شغل. الخامات والادوات اللي هنحتاجها النهارده باذن الله، انا هحتاج طبعا النهارده الوحده دي اللي احنا اشتغلناها مع بعض في الفيديو اللي فات. هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت تحت الفيديو. وهشتغل بابره كروشيه برده مقاس 3 نفس الابره اللي اشتغلت بيها ومقص ابره تنظيف. وهحتاج لون تاني كمان من الكوتون جولد اللي احنا شغالين بيه، ده لون موحد عشان اعمل بيه التشبيك او التجميع بتاع الوحدات بتاعتنا. يلا نقول بسم الله ونبدا شغل. هحتاج بقى من الوحدات اللي احنا اشتغلناها مع بعض كده، هحتاج 19 وحده. لو انت هتشتغلي بلون موحد هتشتغلي ال 19 وحده كلهم بنفس اللون. انما لو هتعملي يعني تركيبه الوان او تغيري في الالوان، لو هتستخدمي مثلا وحدتين بلونين زي ما انا عامله كده، يبقى هتعملي من لون فيهم 10 وحدات واللون التاني 9 وحدات بالشكل ده كده. الرصه معانا بتكون كده، هنا 3 3 وهنا 3 ودول كده الجوانب، وبعد كده 3 و3. ده كده شكل الرصه بتاعتنا. هنشوف دلوقتي هنشبك الوحدات مع بعض ازاي. طبعا احنا شفنا مع بعض الرصه اللي اشتغلناها او ترتيبه توزيعه الالوان. دلوقتي هنشوف ازاي هنقفل او هنشبك الوحدات مع بعض. دي كده عندي يعتبر بقت عباره عن مربع جراني. هبتدي ان انا هوصل بقى اللون الموحد اللي هشتغل بيه بالشكل ده كده. انا يعتبر وصلته عندي في زاويه من الزوايا. هسحب الخيط وهطلع 3 سلاسل ارتفاع وهعتبرهم معايا اول عمود في السطر. 3 سلاسل ارتفاع وهشتغل جنبهم في نفس المكان كمان 2 عمود. يبقى انا كده عندي 3 عمدان جنب بعض. تمام، دي كده تعتبر معايا نص الزاويه. لما هكمل السطر هرجع في الاخر هقفل الزاويه بتاعتي كامله كلها. هاخد غرزه سلسله، هروح على الفراغ اللي بعده وهشتغل فيه 3 عمود. 1 2 3. بعد كده غرزه سلسله، الفراغ اللي بعده هشتغل فيه 3 عمود. كل الفراغات اللي بتكون في الضلع بشتغل فيها 3 غرز عمدان بس. 1 2 3. ده طبعا مربع الجراني العادي جدا اللي احنا عارفينه وشغالينه مع بعض 100 مره قبل كده. بعد كده هاخد غرزه سلسله وهروح للفراغ اللي بعده وهشتغل فيه 3 عمود. 1 2 3 بالشكل ده. بعد كده هاخد غرزه سلسله. دلوقتي هتقابلني زاويه، الزاويه بشتغل فيها 3 عمود 2 سلسله 3 عمود تاني في نفس المكان. هاخد لفه على الابره واشتغل 3 عمدان. 1 2 3 سلسلتين وهرجع اعمل كمان 3 عمود في نفس المكان. 1 2 3. خلصت كده الزاويه دي. هبتدي اتنقل على الفراغ اللي بعده، برده هاخد غرزه سلسله والفراغ اللي بعده فراغ في ضلع هشتغل فيه 3 عمود. 1 2 3. بعد كده غرزه سلسله، الفراغ اللي بعده 3 عمود. 1 2 3. وبكمل لحد اخر مربع بنفس الطريقه كده. هنا غرزه سلسله وده كده فراغ جوه الضلع، يبقى برده فيه 3 عمود بس. دي كده غرزه العمود العاديه جدا بالشكل ده كده. جيت هنا كده دلوقتي عندي ده الفراغ اللي في زاويه هشتغل فيه 3 عمود 2 سلسله 3 عمود. اول 3 عمدان. 1 2 3. بعد كده سلسلتين وهرجع اعمل كمان 3 عمود في نفس المكان. 1 2 3. يبقى انا كده كونت زاويه. وبعد كده غرزه سلسله وكل فراغ بيقابلني بشوف هو مكانه فين في السطر وبشتغل فيه. يعني في السطر بشتغل 3 اعمده وفي الزوايا بشتغل 3 عمود 2 سلسله 3 عمود. اخلص السطر للاخر وارجع لكم. خلصت كده المربع بالشكل ده. وهنا برضو بعد اخر مجموعه اخدت غرزه سلسله ودي الزاويه اللي بدات بيها في البدايه خالص. هبتدي اكمل المجموعه بتاعتها.
هشتغل فيها 3 عمود، وبعد كده اخد 2 سلسله ما انساهمش. بعد كده هقفل بغرزه منزلقه في ثالث سلسله من سلاسل الارتفاع اللي انا بدات بيها في الاول خالص. يبقى كده المجموعه بتاع الزاويه دي كمان كملت عندي 3 عمود، سلسلتين 3 عمود. وبعد كده باخد غرزه سلسله اثبت بيها الشغل وبقص الوحده الاولانيه دي. دلوقتي كده هبتدي ان انا هجيب الوحده الثانيه عندي، وهبتدي برده بنفس البدايه بالظبط، وهشتغل ضلع كامل عادي كده من غير اي تشبيك بنفس الفكره اللي انا اشتغلتها السطر اللي فات. هاجي في الزاويه هوصل الخيط وهطلع 3 سلاسل ارتفاع. انا دلوقتي بشتغل في زاويه 1 2 3 كده، دول كانهم معايا اول عمود في السطر. هشتغل جنبهم كمان 2 عمود، 1 والعمود التاني في نفس المكان. دي زاويه بس انا هكمل العدد بتاعها او الوحده بتاعتها في الاخر خالص لما الف السطر. فده كده هشتغل معايا بدايه الضلع ده. هاخد غرزه سلسله وهروح على الفراغ اللي بعده هشتغل فيه 3 عمود، 1 2 3. غرزه سلسله والفراغ اللي بعده 3 عمود، 1 2 3. غرزة سلسلة 3 عمود. زي ما قلنا اي فراغ جوه الضلع بشتغل فيه بس 3 عمدان. غرزة سلسلة. ودلوقتي جيت على الزاوية ودي هتبقى بداية التشبيك عندي. هشتغل فيها الاول 3 عمود، 1 2 3. وبعد كده هبتدي ان انا هشتغل بقى التشبيك بتاعي او تجميع الوحدات بتاعتي. هاخد غرزه سلسله، تمام. انا كده هنا كنت في الزاويه بشتغل 3 عمود سلسلتين بعد كده 3 عمود. انا كده اخدت غرزه سلسله واحده، وبعد كده هجيب القطعه الاولانيه اللي انا اشتغلتها وهحط كده الظهر على الظهر، وهبتدي في الزاويه برده هسحب غرزه حشو. وبعد كده هرجع اخد غرزه سلسله وارجع اكمل عادي ال3 عمدان عندي هنا بنفس الطريقه العاديه جدا. 1 2 3. يبقى انا كده بدات الشبكه بتاعت القطعه بتاعتي في اول فراغ قابلني. انا بشتغل تشبيك او تجميع الوحدات في الفراغات بس. المفروض ان انا هنا كده هاخد غرزه سلسله، لا انا مش هاخد غرزه سلسله، وهروح رايحه للقطعه الاولانيه وهاجي في الفراغ اللي عليه الدور بالشكل ده كده. اتاكد بس ان الظهر هو اللي على الظهر من جوه عشان الوحدات عندي لما اجي افردها كلها تبقى الوش مظبوط. هاجي هنا كده عند الفراغ ده، بدل ما كنت هاخد غرزه سلسله انا اشبك بغرزه حشو. خلاص اسيب القطعه بقى القديمه دي كده وهمسك اللي في ايدي وارجع في الفراغ بتاعي عادي واشتغل فيه 3 اعمده. 1 2 3. المفروض دلوقتي باخد غرزه سلسله، لكن انا مش هاخد غرزه سلسله، انا هشبك. هروح رايحه على الفراغ في القطعه القديمه اهي واشتغل فيها غرزه حشو، وبعد كده ارجع للغرزه اللي في ايدي او القطعه اللي في ايدي واشتغل في الفراغ اللي عليه الدور ال3 اعمده اللي عليهم الدور. 1 2 3. شايفين كده بدات تتجمع معايا وتشبك بالشكل ده كده. دلوقتي هروح على الفراغ اللي في الغرزه او القطعه الاولانيه وهشتغل غرزه حشو. يبقى انا القطعه الاولانيه بشتغل فيها حشو في الفراغات، والقطعه الجديده اللي في ايدي بشتغل فيها ال3 اعمده اللي عليهم الدور. هرجع هنا كده واشتغل ال3 عمود، 1 2 3. اروح هنا كده على القطعه الاولانيه واشتغل حشو في الفراغ، وارجع القطعه اللي في ايدي واشتغل فيها 3 عمود. دي زاويه، اشتغل بقى 3 عمود، 1 2 3. المفروض ان انا بشتغل 3 عمود بعد كده 2 سلسله، لا انا هشتغل 3 عمود بعد كده سلسله واحده بس. بعد كده هشبك بالفراغ اللي هو في القطعه القديمه بغرزه حشو. بعد كده ارجع اكمل الوحده بتاعتي عادي جدا. هاخد السلسله الثانيه وارجع اعمل ال3 عمود تاني في نفس المكان. يبقى انا برضو شبكت في نص الوحده بتاعت الزاويه بغرزه حشو في القطعه الاولانيه. نشوف الشكل كده دلوقتي. انا
كل فراغ كنت بجمع فيه بغرزه حشو بالشكل ده. بعد كده هلف القطعه المربعه اللي في ايدي دي كده عادي، مفيش اي حاجه، مفيش اي تشبيك دلوقتي. كل غرزه بتقابلني بشتغل فيها 3 عمود، وما بنساش ان انا بعد كل 3 عمود باخد غرزه سلسله. نخلص كده القطعه دي على الاخر، وبعد كده نرجع نشوف بقيه التشبيك هيمشي معانا ازاي. خلصت كده تشبيك الاجزاء دي، والاجزاء دي كلها تعتبر اتشبكت معايا من جنب واحد عادي زي ما اشتغلنا مع بعض من شويه. يعني القطعه دي كده شبكت فيها جنب واحد، بعد كده القطعه دي شبكت فيها جنب واحد، والقطعه دي شبكت فيها جنب واحد، وجينا مع بعض عشان دلوقتي هنشبك وحده من جنبين. تمام، هي نفس الفكره بالظبط ونفس كل حاجه، بس انا بشبك جنب وبشبك الجنب التاني. هوصل برده الخيط عندي كده في بدايه الزاويه، هشتغل 3 سلاسل ارتفاع وبحسبهم معايا اول عمود في السطر، وجنبها هشتغل كمان 2 عمود، يبقى انا كده اشتغلت في الزاويه 3 عمود. وزي ما قلنا بنكمل الزاويه في الاخر خالص لما بقفل السطر. تمام، بعد كده هاخد غرزه سلسله والفراغ اللي بعده واشتغل فيه 3 عمود. يعني انا بشتغل الضلع ده عادي جدا كده، 1 2 3 غرزه سلسله، الفراغ اللي بعده 3 عمود، سلسله 3 عمود لحد ما بوصل للزاويه. تمام كده انا خلصت الضلع اهو، وصلت للزاويه. برده ما انساش غرزه السلسله، ودي الزاويه اللي هبتدي اشبك فيها. هشتغل فيها نص الزاويه الاول بس 3 عمود، 1 2 والعمود الثالث. يبقى هنا كده الشكل بتاعي، او هبتدي اشبك في الجزئيه دي كده. شايفين ازاي؟ هاخد غرزه سلسله، وبعد كده همسك القطعه دي في الزاويه دي وهشبك بغرزه حشو. بعد كده هاخد غرزه السلسله الثانيه بتاعتي عادي بتاعت الزاويه، وهرجع امسك القطعه اللي في ايدي واشتغل ال3 عمدان اللي عليهم الدور. 1 2 3. بعد كده هروح رايحه للقطعه الاولانيه اللي تحت هنا كده في الفراغ اللي عليه الدور، واشتغل غرزه حشو، وارجع للقطعه اللي في ايدي الفراغ اللي عليه الدور، اشتغل فيه ال3 اعمده اللي عليهم الدور. 1 2 3. بدل غرزة السلسلة بروح للقطعة القديمة اللي في القطعة الأولانية واشتغل في الفراغ غرزة حشو. ادخل هنا كده واعمل غرزة الحشو، وارجع للقطعة اللي في ايدي تاني واشتغل 3 أعمدة اللي عليهم الدور. الفراغ اللي في القطعة الأولانية، وارجع اعمل غرزة الحشو، وارجع للقطعة اللي في ايدي واعمل ال3 الأعمدة. الفراغ اللي عليه الدور غرزة حشو، وارجع هنا كده عندي دي زاوية هشتغل نص الزاوية الأول بس، هعمل فيها 3 أعمدة. 1 2 3. انا في الزاويه بعمل 3 عمود سلسلتين، 3 عمود تاني. انا بعمل هنا كده في التشبيك 3 عمود، بعد كده سلسله واحده بس، وبعد كده هشبك. هعمل هنا كده غرزه حشو. بصوا هاجي في النص هنا كده وهعمل غرزه الحشو، هدخل بالابره هنا كده واسحب غرزه الحشو، بعد كده هعمل غرزه السلسله الثانيه وارجع للقطعه اللي في ايدي. انا كده يعتبر هشبك بقى الجنب ده في ده، يعني انا شبكت الجنبين دول، دلوقتي هشبك الجنب ده في ده. هرجع اكمل الزاويه اللي انا بداتها ال3 عمود التانيين، يبقى انا كده عملت 3 عمود 2 سلسله 3 عمود. ماشي، عملت 3 عمود كده. هرجع بقى على الفراغات اللي في القطعه دي، الفراغ اللي هيقابلني هشتغل فيه غرزه حشو، وارجع للقطعه اللي في ايدي الفراغ اللي عليه الدور اعمل فيه ال3 اعمده. 1
هي نفس الفكره كلها واحده، سواء بشبك ضلع واحد او ضلعين او 3 بنفس الطريقه. القطعه اللي في ايدي بعمل فيها ال3 اعمده، والقطعه التانية الخلصانه اللي في الاول بشتغل فيها في الفراغات غرزه حشو. طبعا احنا بنبقى راصين القطعه بتاعتنا في الاول وعارفين ازاي هنوزع مثلا الالوان، ازاي هنوزع التقسيمه بتاعتها سواء جوانب سواء وش او ظهر او كده، عشان اعرف اشبك على طول وانا محدده همشي ازاي الخطوات بتاعتي. هنا كده حشو، ودي زاويه اهي، هعمل بدايه الزاويه 3 عمود، بعد كده سلسله واحده بس، وبعد كده هعمل غرزه حشو في الزاويه اللي قصادها، وارجع اعمل غرزه السلسله التانية، بعد كده ارجع اكمل الزاويه عادي 3 عمدان اللي فاضلين، 1 2 3، وهكمل الضلع ده عادي جدا سلسله، وهنا 3 عمود سلسله 3 عمود سلسله 3 عمود لحد ما بوصل عند الزاويه اللي في الاخر، وبعمل فيها 3 عمود وسلسلتين، وبقفل بغرزه منزلقه، وبكمل تشبيك القطعه كلها بنفس الطريقه دي كده، سواء كان بشبك من جنب واحد او ضلع واحد او من ضلعين او من 3 بنفس الطريقه. وما انساش اراعي ان انا بيبقى عندي جوانب هنا وهنا، الجوانب دي بشبكها مره هنا واشبكها مره في الضلع اللي من فوق. اخلص بس كده التشبيك الاساسي وهرجع لكم مره كمان. هنا كده انا خلاص خلصت تجميع الوحده الاساسيه بتاعتي او القطعه الاساسيه بتاعتي، هيبقى فاضل بس عندي الجوانب، والجوانب ليها طريقتين في التشبيك. يعني القطعه دلوقتي المستطيله اللي انا جمعتها عباره عن وحدتين او يعني مربعين تحت بعض كده سطرين، هيكونوا زي وش الكلاتش بتاعنا، والقطعه اللي في النص دي هتبقى القاعده اللي هيطلع منها الجوانب، وبعد كده 2 تانيين اللي هم هيكونوا الظهر. فاهمين ازاي؟ لما تتجمع معانا هيبقى الشكل اوضح من كده. دلوقتي هنشوف هنجمع مع بعض الجوانب ازاي. عشان نجمع الجوانب بقى هيبقى قدامي احتمال من 2 او طريقه من الطريقتين. اول حاجه ان انا همسك الجوانب كده لوحدها وهبتدي ان انا هشتغل عليهم عادي بغرزه الجراني باللون اللي احنا شغالين بيه اللي هو اللون بتاع التجميع. همسك القطعه الاولانيه كده واشتغل عليها عادي بغرز الجراني واشبك فيها القطعه الثانيه زي ما اشتغلنا القطعه الكبيره كده، تمام. وهعمل كده برده في الجنب الثاني في الوحدتين التانيين بنفس الطريقه. هيبقى عندي كده الكلاتش بتاعي عباره عن 3 قطع، قطعتين كده مع نفسهم هيبقى للجنب وده للجنب التاني، والقطعه الاساسيه الكبيره اللي انا مجهزاها من الاول. وبعد كده هبتدي ان انا اخيط بقى الاجزاء بتاعتها بابره التنظيف، يعني دول كده هيبقى مع بعض قطعه واحده، وهبتدي بقى ان انا اجمع خياطه طبعا قصاد كل غرزه غرزه، وهبتدي ان انا اجمع خياطه كده الجوانب مع بعض. فاهمين ازاي؟ ده كده هيبقى شكل. طبعا دي كده هتبقى قد دي لان هيبقى شغال عليها بالاطار البيج ده تاني، ويبقى القطعتين دول قد بعض، هتلاقي غرزه قصاد كل غرزه. او الطريقه الثانيه ان احنا نشبك بنفس الطريقه اللي احنا شغالين بيها، ان احنا نشبك الوحدات بتاعتنا اثناء التشغيل بغرزه الجراني. طول ما احنا شغالين كده بنشبك بغرزه الجراني. طيب هبقى شغاله ازاي؟ هنا كده انا يعتبر هجمع 3 اضلع مع بعض وسط التشبيك. هجيب مثلا الوحده دي وهبتدي ان انا هشتغل عليها الجنب ده الاول، وبعد كده هشبك كده بقى، وانا بجمع هجمع الجنب ده مع الجنب ده، والقاعده دي مع القاعده دي، وبعد كده الجنب ده مع الجنب ده. فاهمين ازاي؟ تبتدي تعمل لي الجوانب بتاعه الشنطه بتاعتي بالشكل ده كده. خلصت جمعت دي واروح جايبه القطعه الثانيه ومجمعها برده بنفس الطريقه. يبقى انا كده جمعت الجوانب بتاعتي اثناء الشغل. يبقى زي ما قلنا حاجه من الاثنين، يا اما هشتغل على دي اطار واشبكها بابره التنظيف غرزه قصاد كل غرزه، او زي ما قلنا كده هنجمعها مع بعض واحنا شغالين. بس في الحاله دي هنجمع 3 اضلاع مع بعض، الضلع بتاع القاعده والجنبين، وده الضلع اللي هكون بدات بيه التشبيك. فاهمين ازاي؟ هخلصها كده اشبكها ونرجع نكمل. شبكت كده انا واحده من الوحدات بتاع الجنب بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين اهو. فبقى ده كده القاعده وده الجنب، واضحه معاكم؟ وشبكتها عادي جدا زي ما احنا شبكنا بقيه الاجزاء بابره الكروشيه بغرزه الجراني. اعتبرت كل جنب كده التشبيك بتاعه لوحده، وشبكت في 3 اضلاع عشان تبقى عندي دي كده الجنب ودي كده تحت القاعده. هشبك كمان الوحده الثانيه بنفس الطريقه، هشبك من 3 اضلاع من الضلع ده وده وده، والضلع اللي فوق ده اللي انا ببتدي فيه بشتغله كده جزء، وبعد كده ابتدي ان انا اشبك من بقيه الجوانب. يبقى عندي الجنب شبك بالشكل ده كده من هنا. ماشي واضحه معاكم؟ الجنب التاني اهو برده شبكت واحده، يبقى فاضل برده الوحده التانيه هتتشبك معايا كده اثناء الشغل بابره الكروشيه. هجمعها وارجع لكم. خلصت كده تشبيك الوحدات بتاعتي كلها بالمنظر ده كده، ودي كده هي الحته بتاع الجزئيه بتاعه القاعده، وادي الجوانب، ادي الجوانب الناحيه التانيه. فبقى عندي شكل بالمنظر ده. واضحه معاكم؟ تمام. ولسه معايا بقى الخيط موصول في اخر غرزه انا كنت وصلتها. دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ هنمشي سطر كده تحديد داير ما يدور على القطعه بتاعتي كلها من فوق بغرزه الجراني.
لو انت قصه الخيط بتاعك او مجمعه باي طريقه غير كده يبقى خلاص توصلي الخيط في اي فراغ بيقابلك من الفراغات دي، وهنبتدي نشتغل سطر بغرزه الجراني. انا هنا كده كنت واقفه هنا مكان ما قفلت اخر غرزه، هتخطى بس العمودين دول عشان طبعا احنا عارفين ان غرزه الجراني بشتغلها في الفراغات، يعني مش بشتغلها فوق راس اعمده. فانا هعمل غرزه منزلقه وغرزه منزلقه لحد ما اوصل للفراغ كده، وده هبتدي اشتغل فيه. هطلع 3 سلاسل ارتفاع واعتبرهم معايا اول عمود في السطر، وهاجي جنبهم وهعمل كمان 2 عمود. يبقى انا كده اشتغلت 3 عمدان في مكان واحد. بعد كده غرزه سلسله والفراغ اللي بعده 3 عمود، 1 2 3، غرزه سلسله والفراغ اللي بعده 3 عمود، وهلف القطعه عندي كلها بنفس الطريقه. طبعا انا عندي الحدود المربعات كلها من فوق متقفله بغرزه الجراني، فانا هلاقي عندي كده فراغات اقدر اشتغل فيها بكل سهوله. نيجي بس نشوف كده الغرزه بتاعه التجمع دي او التقاطع دي هنقفلها ازاي. هنا كده برضو عادي 3 عمود، بعد كده غرزه سلسله. هنا كده مكان تجميع وحدتين المربعين مع بعض، هشتغل برضو ال3 عمود هنا كده في الفراغ ده. 1 2 3، بعد كده غرزه سلسله واروح رايحه للفراغ اللي بعده. وهكذا هكمل بقى السطر كله بنفس الطريقه، غرزه السلسله 3 عمود في كل فراغ بيقابلني، داير ما يدور السطر كله لحد ما نوصل لنقطه البدايه ونرجع نكمل. خلصت السطر كده كله، لفيت القطعه بتاعتي كلها داير ما يدور بغرزه الجراني، وهنا بعد اخر 3 عمدان برضو هاخد سلسله وهقفل بغرزه منزلقه في ثالث سلسله من سلاسل الارتفاع اللي انا بدات بيهم السطر في الاول خالص. تمام. السطر ده اللي جاي هيبقى عباره عن غرز اعمده على كل الغرز اللي بتقابلني. المره دي هشتغل غرز اعمده عاديه جدا فوق الاعمده، هطلع كده 3 سلاسل ارتفاع، وبعد كده الغرزه اللي عليها الدور هشتغل فيها غرزه عمود. دلوقتي هشتغل فوق راس الاعمده عادي، اللي بعدها عمود، الفراغ اللي فيه السلسله هاجي من تحته كده برضو واشتغل غرزه عمود، بعد كده 3 سلاسل الجايين فوق 3 عمدان فوق كل عمود عمود. يعني انا دلوقتي بشتغل عادي غرز اعمده بقفل بيها الشغل كده، فوق كل غرزه بشتغل عليها غرزه عمود واحده بس، حتى الفراغ بتاع السلسله بشتغل فوقيه غرزه عمود بالشكل ده. برضو هنلف القطعه كلها داير ما يدور لحد ما اوصل لنقطه البدايه وارجع نكمل مع بعض. خلاص كده لفيت القطعه كلها بغرزه العمود لحد ما وصلت البدايه اللي انا كنت بادئه فيها هنا، ودلوقتي هقفل بغرزه منزلقه في ثالث سلسله من سلاسل الارتفاع. بعد كده هطلع غرزه واحده سلسله كده ارتفاع، وهشتغل غرز حشو بقى على كل الغرز اللي عندي. ودلوقتي دي كده هتبقى المرحله الاخيره، انا هشتغل 3 أو 4 سطور بغرز الحشو داير ما يدور، بحدد بيها بس كده الشغل بتاعي في الاخر. تقدري بقى ترتقي بغرز الحشو دي زي ما انت عايزه تحددي بسطر 1 2 3، تعلي عن كده زي ما انت حابه. دي كده غرز حشو عاديه بس كده بقفل بيها، تمام، داير ما يدور واخلص واطلع سلسله ارتفاع واكمل لحد ما اوصل لعدد سطور الحشو اللي انا محتاجاها. تقدري كمان مثلا في السطور اللي فوق دي تدخلي بقى الالوان من الشغل بتاعتك، مثلا كل سطر لون زي ما انت حابه، تتحكمي في تنسيق الالوان براحتك زي ما انت حابه. خلاص كده الجزئيه دي ونرجع نكمل مع بعض باذن الله. وده كده الشكل النهائي للكلاتش بتاعنا بعد ما خلص. طبعا زي ما شفتوا هو فكرته سهله جدا وبسيطه، وتقدروا ان انتوا تغيروا الخامات زي ما انتوا حابين، وتتحكموا في نوع الخيط او تتحكموا كمان في المقاس والالوان. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتسيبوا لي رايكم في الكومنتات، وباذن الله نتقابل على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.